لن تكون هناك إمكانية للتدخين في الأماكن العامة وفقا للفكرة التي يطرحها المهندس اليمني فهد بعش. فهذا الشاب ذو 30 عاما ابتكر طريقة إلكترونية لمنع التدخين إجباريا. اقترحنا الوضع قطعة في داخل كل سيجارة عن طريق منظمة الصحة العالمية بإجبار جميع شركات التبغ بوضع هذه القطعة، وهو عبارة عن صمام مغلق دائما. لا تكلف العملية سوى 15 دولارا، ويقول صاحبها إنها توفر كثيرا من جهد السهر على تطبيق قوانين منع التدخين، وتعزز حماية الأطفال كما تقلل من التدخين السلبي. الآن لن يستطيع المدخن شرب السيجارة لأنها مغلقة. إذا وضع هذا المفتاح يتم فتحها، يشرب السيجارة بكل بساطة. أوكي، زي الفكرة هذه. الآن أول ما يوضع السيجارة ستضيء لون أخضر يدل على أن السيجارة الآن أن الجهاز المدخن مسموح له بالتدخين، أي جهاز المنع مغلق. فعند عمل جهاز المنع أي دخول المدخن إلى مكان المحظور، شوف يضيء إضاءة حمراء تطفي الإضاءة الخضراء، تغلق المنطقة هذه. هنا في جامعة حضرموت درس بعش الهندسة الإلكترونية والاتصالات، وعمل بعد تخرجه مهندسا للأجهزة الطبية في مستشفى الجامعة. وقد حصل ابتكاره على الميدالية البرونزية في معرض الجنيف الدولي بسويسرا، وميدالية دولة كرواتيا في معرض ابتكار 2010 بمدينة جدة السعودية. لكنه قبل ذلك حظي بدعم لا محدود من أسرته التي يعيش معها في مدينة المكلا بحضرموت. كان عنده نوع من الإبداع، وخاصة عندما يقوم بفك وتركيب بعض الأشياء ومحاولة إصلاح ما تم تخريبه من مواد مختلفة. ابتكار بعش إذا ما نفذ على أرض الواقع قد يثير جدلا لدى الشركات المصنعة للسجائر، لكن ملايين من البشر من غير المدخنين قد يرون فيه وسيلة للتخلص من آفة لطالما تسببت في مرض ووفاة كثيرين. تتجاوز أفكار هذا الشاب حدود المكان إلى آفاق عالمية، لكنه يبدو بحاجة إلى زمن يكون فيه البحث العلمي أولوية حكومية. حمد البكاري، الجزيرة، من مدينة المكلا في محافظة حضرموت.